في بورسعيد في أطفال ضروري جدا يبقى مهم إن الفوانيس تبقى موجودة. ليه؟ لأن أنت لما كان يعني يتم التحضير لأول يوم في رمضان، فكنت تلاقينا وإحنا أطفال نبقى ماليين الشارع قبل أذان المغرب ما يقدم بشوية، وبنلعب الألعاب بتاعتنا اللي احنا كنا معتادين عليها. وكان يعني غالبا وفي أغلب الأوقات اللي احنا لحقناها واحنا أطفال إنه رمضان كان يجي في الصيف زي الأيام دي يعني، وكان بيبقى مواكب الأجازات يعني. وبالمناسبة دي عايز أقول إن احنا ربنا كتب لنا عمر إن احنا نصوم رمضان في الصيف مرتين، ودي التالتة بالنسبة لعمرنا يعني. ولحقنا طبعا رمضان في الشتاء مرتين. فعايز اقول انه احنا كنا بننزل الشارع من بعد العصاري كده نلعب الالعاب بتاعتنا المتعارف عليها اللي كنا بنمتلكها زمان وبادواتنا. احنا طبعا ادواتنا القديمة كانت غطا الكزوز ونقل مشمش والبلي والسبع طوبات والدواير بتاعت البلاد والجندر والضربونة والالعاب اللي احنا كنا درجنا عليها او اتعلمناها او اتعودنا عليها. وبعدين قبل المدفع بدقائق معدودة يعني نقوم نتوجه ناحية ايه؟ المدفع نفسه بتاع رمضان. كان المدفع فيه مدفعين، مدفع كان موجود ناحية إشلاء السواحل، ومدفع تاني كان موجود مكانه في منطقة مساكن اللانش الآن يعني. وكنا كان يعتبر بالنسبة لنا في 56 كان موجود بقى مش عند اللانش. هو الحقيقة ان هو كان موجود عند اللانش بعد الستينات، لكن قبل كده كان موجود في ظهر السينما الأهلي. وكانت المسافة بقى بين بيتنا وبين السينما الأهلي مسافة بسيطة يعني، وكل الأولاد يتلموا علشان يروحوا ساعة ما المدفع بتاع رمضان يضرب، يلموا من ورا منه البارود. علشان البارود بقى لما كنا بنلمه في نوعين من البارود. كان في نوع بيطلع من المدفع كده بارود لونه اسود، كنا برضو بنلمه يعني، وهقول كنا بنعمل بيه ايه. وكان في بارود تاني قطع صفرة كده. القطع الصفرة دي لما كنا نولعها بالكبريت كانت تشتعل، وكانت سريعة اشتعال وسريعة كمان نقول عليها بتوج يعني بالعامية. التاني الاسود ده كنا بنبدره وكنا نحطه في ورق مثلا ونعمله زي فكرة البومب، ونولع نار ونرميه فيها فينفجر فيعمل صوت كبير يعني، غير طبعا البومب اللي احنا كنا بنشتريه وبنستخدمه. بعد ما يحصل ده والمدفع يضرب نطلع نجري طبعا على بيوتنا واحنا قاعدين نهلل ونغني وكده، نفطر واحنا مستعجلين جدا 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 عشان كل واحد ياخد الفانوس بتاعه وايه، ونطلع بقى نلف على البيوت بتاعت الجيران. كل مربع سكني كان يبقى فيه 20 او 30 ولد وبنت، ويتقسموا اربعات او ثلاثات، ونتفق مبدئيا ان احنا النهارده المجموعه مثلا الاربعه بتوعي انا والجيران اللي في عمارتنا مش هنطلع في عمارتنا، هنطلع في العماره اللي جنبنا، واللي جنبنا ولادهم يجوا في عمارتنا. عشان ايه؟ عمارتنا احنا واخدين عليهم وواخدين علينا، ممكن قوي ما يدوناش او يدونا بزياده. فكمان احنا عشان نقطع او نلف في اكبر مساحه في المنطقه، ضروري في ال30 يوم بتوع رمضان نكون رحنا على 30 مدخل بتوع 30 عماره. فكنا على طول نتفق، وبعد الفطار مباشره نتجمع ونتلم، كل واحد معاه فانوس، والفانوس فيه شمعه من الشمع العادي جدا. وكنا بقى في البدايات كده طبيعة الأطفال أو الطبيعة البشرية إنه كان كل واحد فانوسه بيعبر عن إمكانيات أسرته. فأنت ممكن تلاقي واحد معاه فانوس يعني 8 جنيه، وواحد تاني ممكن يكون معاه فانوس 58 قرش، وواحد تاني يكون الفانوس اللي معاه 8 وربع جنيه في ذلك الوقت. دي كانت مبالغ تعتبر متفاوتة بس كبيرة. فكان يعني عايز اقول انه كل يعني واحد
على قد دمه يعني، كان فانوسه يعني. كانت الولاد برضه من شقاوتها تقعد تعاير بعضها بالكلام ده. احنا نطلع بقى البيوت ونقعد نردد بقى اغاني رمضان اللي احنا اتعلمناها برضه، سواء من عن طريق الراديو، او اللي اتعلمناها من خلال اهالينا ومن الناس. فكنا بقى نقول ايه، هنطلع نحوي